الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مساء الخير. آه، في تجربتي السياسية والثقافية المتواضعة، بكل تأكيد، ككل تجارب الآخرين فيها انعطافات، فيها حالة من التصادم مع الذات والتصادم مع الآخرين. آه، لكن أثناء التصادم البوصلة الاستراتيجية تكون محددة في اتجاه نقد السلوكيات والأفكار، في معزل عن الأشخاص. لكن بين الحين والآخر لا مناص من تناول بعض الأشخاص كعينة من الأمراض السياسية والثقافية اللي تصاب بها المجتمعات والحراك السياسي أو الثقافي في هذا المكان أو ذاك. وبالتالي أنا أعلم أنه انتقاداتي لحزب العمال الكردستاني تزعج وتقلق هذا الحزب، وهي معلومة يعني، من قنديل وحتى هنا في بلجيكا، مرورا في سوريا والمناطق الكردية في سوريا وكذا. أنا أعلم هذا الموضوع، وأعلم أيضا أنه حشود الحزب، قنواته الإعلامية، مواقعه الإلكترونية، واللي بيشتغلوا عند الحزب، هدلون الصف الأول، يعني الآبوتشيين الأقحاح. هؤلاء مزعوجين من موقفي ومن سلوكي، لأنني في يوم من الأيام كنت مثلهم، وتحررت من هذه السموم والخرافات والأوهام والأكاذيب التي عشتها طيلة عقدين يعني. لكن هنالك نسق آخر من المنزعجين، من الذين يعني قدموا أوراق اعتمادهم لدى الحزب الأوجلاني، ويعملون يا إما ضمن هذه السلطة أو بشكل موازي على رصيف هذه السلطة، ساسة وكتاب وصحفيين وما إلى ذلك. ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا يعني شهود زور على ما يجري يعني هناك. مثلا قبل فترة صحفيين أجانب يعني أجروا معي بعض المقابلات حيال الوضع الإعلامي في روجافا، في المناطق الكردية في سوريا أو كردستان سوريا. ذكرت بالتفصيل يعني ما، فأتوا لي ببعض الأسماء والمؤسسات، أنه هذه المؤسسات تعمل هناك، وهؤلاء الأشخاص ليسوا يعني منتسبين لحزب العمال الكردستاني، أو تاريخهم أو ماضيهم لا يشير إلى أنهم في يوم من الأيام كانوا يدعمون هذا الحزب. أنا أضفت إليهم أنه هؤلاء كانوا في يوم من الأيام مناهضين لهذا الحزب، وعلى خصومه، وعلى أحيانا خصومه، أحيانا وئام، خصام، يعني الخط العلاقة يعني التي تربط هؤلاء بحزب العمال الكردستاني كانت يعني حركة زيكزاكية مش منتظمة يعني. لكن الحزب عندما تحول إلى سلطة، وأي سلطة تجذب. أنا عندما تحول حزب العمال الكردستاني إلى سلطة طغيانية فاشية تمارس القمع والقهر والاعتقال التعسفي، وآخر هذه الاعتقالات يعني الناشط السياسي والإعلامي حسام القس من مدينة ديرج. وهذا الحزب وسلطة هذا الحزب ما زالت تتكتم على يعني الاختفاء القسري لأمير حامد وبهزات دورسون والكثير من الأحداث الغامضة. عندما تحول الحزب إلى هكذا سلطة قامعة طغيانية، قبل أن يتحول إلى أن يصل إلى هذا المستوى، أنا تركت هذا الحزب. ويعني هاجرت مؤسساته، وقدمت استقالتي بشكل رسمي والموثق عندي يعني في الإيميل. والحزبيين القيادات بيعرفوا،
بس الحشود والغوغاء هذلون مش معنيين بهالمسائل يعني البينية. عندما أصبح هذا الحزب بهذه الصورة الفاشية، وقبل أن يصل أنا تركت، لم أشأ لنفسي التلوث والارتباط بكيان سياسي يمارس الذل والإذعان والقهر على الناس يعني. وكان في يوم من الأيام يرفع شعارات تحررية قومية اشتراكية وما إلى ذلك، وحتى الآن ينادي بشعارات براقة. المثير للسخف والسخرية أنه بعض الآبوتشيين الجدد أو اللي قدموا أوراق اعتماد لدى هذه السلطة، أنا أعرفهم، يعني أعرف سويتهم، العمق، سواء على مستوى التجربة أو على مستوى، يعني مش قضية تحصيل علمي وشهادات، ومش مش لا لا، أنا بحس يعني عم بحكي على مهنية العمل، مهنية العمل الصحفي أو الكتابي أو الثقافي. أعرف مستويات الناس إلى حد لا بأس به، وأعرف تجاربهم في سوريا وماذا كانوا، وفي فترة خصامهم مع حزب العمال الكردستاني وعلاقات هؤلاء مع حزب العمال الكردستاني، الكثير من التفاصيل بحكم وجودي ضمن الدائرة الإعلامية المقربة من هذا الحزب. وكنت يعني في مجلة سورغول، وعملت في القناة الروش تي في، وعلى تواصل مباشر مع الكوادر الإعلامية سواء المسؤولين منهم العسكريين منهم والمدنيين. أنا مطلع على هذه التفاصيل، يعني لا أطلق كلاما هكذا على عواهنه عندما أقول عن شخص إن هذا الشخص محله من الإعراب عند الحزب كان كذا، فأنا أعني ما أقول. آه، هذا النسق الجديد من الآبوتشيين الجدد الأوجلانيين الجدد، لأنه في بزنس بالموضوع، في شغل، في أوراق اعتماد، في مؤسسات، في جهات مانحة تدعم هذه المؤسسات. هؤلاء الناس غيروا خياراتهم إلى اتجاه آخر، من جهة يتكتمون ولا ينتقدون جهارا نهارا سلطة حزب العمال الكردستاني وطغيانها في المنطقة ومصادرتها للحريات العامة وما إلى ذلك. كل هذه التفاصيل لا يتحدثون عنها، على العكس تماما يحاولون تبرير الانتهاكات والجرائم التي يقترفها الحزب، ويهاجمون الناس اللي بتنتقد هذا الحزب. يعني لا يجرؤون على انتقاد الحزب، لكن يعتبرون من ينتقد الحزب انهم يمرغونهم في الخزي والعار اللي هم يعني هم متمرغون فيه نتيجة صمتهم. يعني طبيعي الإعلامي أو الكاتب أو الصحفي الذي نتيجة مصلحة ما يتكتم على هذه الانتهاكات السافرة في حقوق الكرد وحقوق الإنسان، وهذا التسلط الفاشي لحزب العمال الكردستاني، ولا يعترف بوجود هذا الحزب ولا يقر بوجود هذا الحزب على أساس أنه يمارس سلوكا وطنيا على يعني وفق منطق أنا وابن عمي على الغريب، مشان ما يعني على أساس الأتراك لا يعرفون بوجود، أو الأمريكيين أو الأوروبيين لا يعرفون أنه الحزب هو الآمر الناهي في تلك المناطق، وأن أي صحفي أو أي مؤسسة مدنية أو إعلامية أو اجتماعية إذا بدها تفتح لها مقر هناك ينبغي أن تنال وتحظى برضا هذه السلطة الفاشية، مثل سلطة النظام السوري، مثل سلطة جبهة النصرة، مثل سلطة أردوغان. يعني أردوغان المكتب الصحفي يتابع كل تحركات الصحفيين الموجودين في تركيا، كذلك تحركات هؤلاء وبوستاتهم يعني ومناشيرهم على الفيسبوك هي التي مدفوعة الأجر
مش اللي بينتقدوا حزب العمال الكردستاني. هون سأحاول ما أترفع، يعني أحاول أنزل شوي هيك وأناقش الأمور هيك بشكل مباشر وبشكل واضح وصريح، وأعطي نموذج يعني من الإعلام اللي يحاول أن يتستر وأن يكون شاهد زور على محنة أبناء شعبنا، ويعني الرواتب التي يأخذونها والدور الذي يمارسونه، عدا عن كونه متمرغا في الخزي والعار، فهو يعني قمة التضليل والشهادة الزور فيما يجري في تلك المناطق. سآخذ اليوم نموذج لأنه نموذج يعنيني بشكل مباشر وشخصي، وهو مسعود عكو فيما نشره على صفحته، وستجدون المنشور في نهاية هذا الفيديو. كتب مسعود عكو: يتمنى اليوم بعض الكرد أن تجتاح تركيا باقي المناطق الكردية. طبعا صحفي يتحدث في النوايا، يعني يتمنى بناء على ماذا؟ يتمنى اليوم بعض الكرد أن تجتاح تركيا باقي المناطق الكردية وتطلق أيدي سلوكيها بقيادة أبو عمشة ومصطفى سجري كما فعلوا في عفرين وسريكانية وتل أبيض، فقط حقدا على حزب معين. لا يذكر هذا اسم هذا الحزب، وتحجج أنه اسم الحزب ممنوع على الفيسبوك. لا، اسم الحزب مش ممنوع على الفيسبوك. الترويج لهذا الحزب بشكل مباشر يفهم منه في الفيسبوك على أنه دعم ودعاية للإرهاب، لأنه حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. هو لم يذكر اسم هذا الحزب لكي لا يتم تفسير هذا المنشور على أنه تأكيد لوجود هذا الحزب في المناطق الكردية. يعني يعني فقط حقدا على حزب معين وعلى الإدارة الذاتية. يعني هذا الكلام الحديث عن الحقد والنوايا، هذا كلام حشود حزب العمال الكردستاني والغوغاء والدهماء، ويفترض أن لا يكون كلام يعني شخص يشتغل في الإعلام وله علاقة يعني بحرية التعبير عن الرأي وهي القضايا. يعني هذا كلام يعني سطحي وشعبوي وشعوائي كمان. يصولون ويجولون في كل مكان، لا خطاب لهم إلا تبرير الاعتداءات التركية على مناطقنا بذريعة الحزب، حاطط قوسين والنقاط، ما كاتب اسم حزب العمال الكردستاني. يعني وأنا كنت أتمنى لو كان يجرؤ كتابة حزب العمال الكردستاني ضمن هذا المنشور، ويعني نشوف إذا الفيسبوك بيحذف هذا المنشور ولا لا. طبعا يعني ما راح، إذا ما صار تبليغ على هذا المنشور معلل بأنه يدعم الإرهاب أو يسوق للإرهاب، لن يتم يعني التعامل معه على أنه ترويج على أنه اسم الحزب ممنوع أصولا وقانونا في الفيسبوك أو قوانين الفيسبوك. هو في منشور آخر انتهك قوانين الفيسبوك يعني التي يزعم أنه ملتزم بها. يعني بذريعة الحزب بين قوسين يريدون دمار مدنهم وهلاك وتشريد أهلهم، فقط ليقولوا إن وجهة نظرهم كانت محقة، ولن تكن يوما الخيانة وجهة نظر. طبعا الخيانة ليست وجهة نظر، لكن ماذا نقول عن خيانة الضحايا، ضحايا سلطة حزب العمال الكردستاني في المنطقة؟ ماذا نقول لمن يقبل على نفسه أن يكون شاهد زور حول ما يجري في المنطقة من انتهاكات، ولا يكون لسان حال الضحايا الذين لا لسان لهم يعني تحت ظل سطوة وطغيان بندقية حزب العمال الكردستاني التي تتحكم برقاب الناس؟ أليست هذه أيضا
خيانة للحقيقة، أليس التضليل والدجل وممارسة الفبركة ومحاولة التغطية على الحقائق في تلك المناطق أيضا خيانة للضحايا؟ نقطة أخرى، سيموت أولئك الناس في غيظهم، لم يفلح حاقدا أبدا. وصحيح يعني الحاقد لا يفلح. ويعني من يمارس هذا السلوك بالفعل، يعني إن كان نواياه حاقدة ونفس هذا التوصيف، سيموتون غيظا وحقدا يعني. لكن ما مصير السلطة التي تمارس هذا القمع والاستبداد والجور والظلم في حق الناس؟ هذا أيضا سؤال مشروع. هذه السلطة إذن إلى زوال. هذا السؤال يتبعه سؤال آخر: وما مصير الإمعات الذين كانوا أدوات وارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات لهذا الحزب في يعني لحظة الضنك والحرج والحاجة، والمجتمع بأمس الحاجة للأصوات الإعلامية، هجروا هؤلاء الحقيقة وارتدوا أن يكونوا شهود الزور لدى هذه السلطة. ماذا سيكون مصير هؤلاء؟ سيغورون مع هذه السلطة. التاريخ يسجل، التاريخ يسجل يعني لا ينسى، لن ينسى التاريخ هكذا مواقف. يعني أن نحاول الهجوم أو توصيف انتقادات الموجهة إلى حزب العمال الكردستاني على أنه أحقاد وكراهية وما إلى ذلك، من نفس الأسطوانة التي يرددها هذا الحزب. نعم، هنالك يعني شيء من هذا القبيل. أنا أيضا أتابع الموضوع، يعني أرى انتقادات الناس، الانتقادات التي تعج بالشتام وتدعو إلى تستنجد بالأتراك للخلاص من حزب العمال الكردستاني. هذا الناس حاليا في العراق تترحم على أيام صدام حسين. الناس حاليا في مناطق الجماعات التكفيرية والإرهابية المدعومة من قطر ومن الإمارات ومن السعودية ومن الأتراك يترحمون على أيام نظام الأسد. يعني أيضا هنالك ناس ذاقوا الأمرين في المناطق الكردية ويترحمون على أيام نظام البعث. هؤلاء الإعلاميين الصحفيين في يوم من الأيام أثناء وجود سلطة البعث كانوا يعتقدون سلطة البعث بشكل أو بآخر. الآن لا يجرؤون، لأنه يعني المؤسسة الإعلامية التي يديرها صاحبنا هذا يعني فليبرز لي كم تقريرا إعلاميا تناول فيه انتهاكات حزب العمال الكردستاني، تجنيد القاصرات، تجنيد الأحداث، اختطاف الناس، ممارسة القمع والزور، الاختفاء القسري. كل هذه القضايا الموجودة والملفات يعني متلتلة وكثيرة في روجافاي كردستان. فليدلني هذا يعني الحريص على الحقيقة والإعلام النزيه الكفؤ المهني على شغله، على مهنيته وكفاءته الإعلامية، كيف يعني ضحى بمصالحه مع هذه السلطة التزاما بالميثاق المهني والمبادئ التي تمليها مهنة الصحافة على الصحفي، القيم الأخلاقية، المعايير الأخلاقية لمهنة الصحافة. فليدلني إن كان يجرؤ على مواجهة هذه السلطة أو لا. أنا بصراحة لأنه أنا بعرف هذا الشخص، يعني في دمشق أكثر من مرة التقيت فيه، ويعني كان العلاقة كتير يعني أقل من فاترة وعادية، وبعرفه يعني مستوى أشوفه في الأمسيات الأدبية والشعرية أحيانا يأتي في صحبة الراحل صلاح برواري، يعني كان مثل ظله أو حقيبته أو الشقماق تبعه، أو يعني كان صلاح برواري ينشر له في الموقع الإعلامي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وقت ذاك يعني. وأعلم أنه هذا الشخص أنه بفضل الشهيد الراحل مشعل التمو صار عنده شوية علاقات مع السفارات
وصار يعرف الناس ويعرف المثقفين والمنتديات في دمشق. يعني هو مدين لمشعل التمو، وحاليا يعمل لدى سلطة متهمة باغتيال مشعل التمو. ما زالت التهمة يعني تحوم حول حزب العمال الكردستاني. لا يمكن تبرئة حزب العمال الكردستاني من تهمة اغتيال مشعل التمو، وأنا أعني ما أقول. وفي هذه المناسبة، وهي معلومة أذكرها أول مرة أمام الرأي العام الكردي، يعني من اغتال عيسى حسو هو نفسه حزب العمال الكردستاني، وعائلته على علم بذلك، والكثيرين من قيادات حزب العمال الكردستاني على علم بذلك. هذا الشخص حاليا يعمل لدى سلطة اغتالت قياداتها، يعني قياداتها من المدنيين الكرد الوطنيين الكرد، وقياداتها الحزبية، القيادات الكبيرة، وسجل حزب العمال الكردستاني في التصفيات الجسدية لا يعني عامر بالأسماء والأوزان المهمة اللي فقدوا حياتهم داخل الحزب نتيجة تصفيات. فحزب لم يوفر قياداته ووطنييه. هل سيوفر يعني مشعل التبو؟ سؤال. يعني الآن هذا الشخص يعمل لدى سلطة ما زالت يعني تحوم حولها شبهات الاغتيال في جريمة اغتيال الشهيد مشعل التمو. أنا شخصيا لا يمكنني أن أبرئ، يعني لا يمكن أن أدين، لكنني أبقى محافظا على التهمة التي يعني تحوم حول هذا الحزب، حتى يتم يعني التثبت من براءة هذا الحزب، لأنه سجله يعني زاخر بعمليات التصفية الجسدية التي طالت قياديه، والتي طالت خصومه في أوروبا، في كردستان، في أماكن كثيرة لا حصر لها. إجمالا، لأنني أعرف هذا الشخص، وممنوع أنا ممنوع من النشر والتعليق والإعجاب في الفيسبوك، فقط القصة أحيانا بنشر شغلات في القصة. فكتبت تعليق، هو رد يعني ردا محترما، يعني يليق بلغته ومهنيته وأخلاقه. وأيضا سأنشر هذا الرد في نهاية هذا الفيديو. ماذا يقول في رده؟ طبعا أنا سأحاول يعني أحكي هيك على النقاط الواردة في هذا الرد هيك أثناء القراءة. أترفع أن أخوض في سجال مع، أعتقد، دز أعشى، على الرغم من دوام التهجم علي إرضاء لمموله القطري صاحب جائزته المادية. طبعا هو لم يترفع، الكلام الموجود في هذا المنشور حضيض يعني. وعلى أي حال، لكن البشر عندما تخاطب البشر، أو الخصم عندما يخاطب الخصم، يخاطبه في انتقاداته، في أفكاره اللي بيطرحها، ما بيخاطبه في يعني الإعاقات الجسدية أو المشاكل الجسدية. من يخاطب الناس بهذا المنطق يعري نفسه أمام حتى المطبلين. يعني في يوم من الأيام شخص آخر لديه إعاقة جسدية إذا اختلف مع هذا الصحفي سيستهدفه في أول نقطة تحدث فيها، هي الإعاقة البصرية الموجودة لدي شخص أعشى. يعني أنت شو لك علاقة إذا أنا كنت أعشى أو أعمى أو أبصر 10/10؟ خليك فيما طرحته أنا. لا تستهدف جسد الناس، استهدف أفكارهم، استهدف سلوكهم، ممارساتهم. يعني جسدي هكذا خلقني الله على ما أنا عليه. يعني لم أرضى لنفسي أنه أن يكون لي هذا لم أختر لنفسي، لم أرسم نفسي على هذه الهيئة التي أنا عليها. يعني لا يتناول الناس في إعاقاتهم وفي جسدهم إلا أشخاص يعني مستوى الأخلاق لديهم سأترك توصيفه لكم.
إرضاء لمموله القطر، يعني على أساس كل هم قطر هي مسعود عقو، ويعني نيل كاتب كردي لجائزة عن روايته، وكأنه يعني يعتبره عارا أو يعتبره يعني نقيصة. لعلم يعني هذا الشخص لأنه هو ما بيفهم هيك مسائل، يعني ما بيعرف شو أدب، ما له تجارب في الأدب، ما له علاقة بالأدب، يعني لا الأدب كأدب، يعني الأدب ككتابة كأدب، ولا كأدب كأخلاق بدليل هذا النص يعني. اللي شارك في جائزة كتارا كتاب كرد كثر، نفس الدورة اللي أنا شاركت فيها، أو ناشري اللي بعت الرواية تبعيتي لناشري اللبناني، هو اللي بعت الرواية على نفقته إلى جائزة كتارا. في نفس الدورة كان يشارك فيها الروائي جان دوست بروايته نواقيس روما، وشارك فيها روائيون كرد آخرون. هل كل هؤلاء يعني هم يمكن يعني كان ممكن أن يفوز جان دوست بهذه الرواية، أو تفوز مها حسن، أو هيثم حسين، أو أي رواية آخر، يعني حتى سليم بركات يعني يوصي ناشره بأنه يرسل رواياته إلى البوكر وإلى روايات أخرى. هذا كلام سلوك سخيف، يعني هذا سلوك أنه جائزته القطرية، هذا الشرف أنت لا تستحقه يعني. وأنت يعني يلزمك سنين ضوئية لحتى تعرف شو هو الأدب بمعنى الأدب، يعني أو المعنيين للأدب، المعنى الأدبي الكتابي والمعنى الأخلاقي يعني. لمموله القطري، أنا علاقتي مع قطر ويعرفها شهود عيان. في الدوحة أنا انتقدت قطر وانتقدت الأتراك، ودخلت في سجال مع سمير صالحة، وكل شيء مصور، يعني أنا مش مضطر أبرز هذه المسائل أو هذه الأمور لحتى يقتنع يعني واحد إما يعني ما بيفهم في الأمور، يطلق هيك الكلام هيك عشوائي هيك على عواهنه، يعني لمموله القطري. يعني جائزته المعدية، وهي جائزة مهمة من يعني بعد جائزة أو توازي أو يعني بالمرتبة الثانية بعد جائزة البوكر، أو توازيها، أو ربما أحسن منها كمان يعني. لجنة التحكيم طبعا هي كمان قضايا ما بيفهم فيها صاحبنا يعني. لجنة التحكيم مؤلفة من أكثر من 25 كاتب وناقد وأستاذ جامعي وأكاديمي، انتقوا روايتي وشافوها أنها مناسبة لنيل هذا، وهي كانت روايتي الأولى وخطوتي الأولى في حقل الرواية، التي يعني أنصاف الكتاب والابوتشين والمتأوبتشين يتعاملون مع هذا الموضوع على أنه والله انتقاص. بالعكس يعني ينبغي أن يكون يعني شيء مش بس أنا أفتخر، أنا فعلا أفتخر أنه أنا حصلت على جائزة كتارا للرواية العربية في روايتي الأولى، رغم أنه كتاب آخرين كثر كرد وغير كرد يعني لديهم باع وتجربة مهمة وطويلة ومديدة في الرواية، حاولوا ولم يحصلوا عليها. ربما يحالفهم الحظ، أو تحالفهم أعمالهم الروائية في دورات أخرى. فيعني مش ما أعرف وين المثلب أو أنه شخص يفوز بجائزة قطرية أو جائزة أدبية، لأنه ليكون يعني منحوني هاي الجائزة كرها في مسعود عكو يعني مستوى كتير متدني من و و ومشغله من المخابرات التركية. يعني غريب هذا المنطق يعني. يعني كيف مخابرات مشغل في 2000 في 2000 منتصف 2009 2010 أنا كنت في تركيا، وتركيا كانت المفوضية اللاجئين منحتني حق اللجوء السياسي، وتركيا رفضت.
وهذا موثق، أنا ما زلت محتفظ بالوثائق عندي في البيت. أنا رفعت دعوة على وزارة الداخلية أمام القضاء الإداري لبين ما أعطوني إقامة مؤقتة مشان إعادة توطين، وهي قضايا بيعرفوها اللي بيشتغلوا بمسائل اللاجئين. يعني شو مشغلوا المخابرات التركية؟ المخابرات التركية لو كانت معي ما ساوت لي مشاكل في تلك الفترة يعني. وأنا عم بنتقد الأتراك في قطر وفي مقالاتي. يعني أي واحد بيفهم ألف باء العمل الصحفي بيعرف موقفي من حزب العدالة والتنمية والنظام التركي وسلوكيات النظام التركي. شو مشغلوا المخابرات التركية؟ ما فيني واقف حالي. مستغلا سلحفاة عمياء بيجي مرة تانية بيحكي على موضوع البصر. عيب يعني، عيب. لا يعني شو عيب؟ ما حدا يعني، العتب ليس العتب على من لديه قدر من التوازن والاحترام والحس الإنساني يعني. أما من يعني معدوم الحس الإنساني والأخلاقي لا أتعب عليه، يحكي اللي بدي إياه. من عاش لأكثر من عقدين نباحا من أجل حزب، كمان ما بيذكروا اسمه، ومن حواليه، أيوة، وهدد كل من حواليه بقطع الأنوف. أنا إمتى هددت قطع الأنوف؟ أنت كنت عم تنتقد حزب العمال الكردستاني، أنا في يوم من الأيام هددتك بأنه راح أقطع أنفك؟ يعني إمتى أنا هددت الناس؟ نعم، أنا كنت أدافع عن حزب العمال الكردستاني في وقت كان الحزب ملاحق، في 2003 من تأسيس بيدا، وحتى 2010، حتى 2011، حتى يوم اغتيال مشعل التمو، الشهيد مشعل التمو. أنا كنت أدافع عن هذا الحزب، وذكرت واعتذرت 1000 مليون مرة حول تجربتي مع هذا الحزب. اعتذرت من الضحايا، من الناس، و لكن أنا ما هددت. أنا خلي يجي واحد يقول لي إنه أنت والله هددتني بأنه عم تقطع يعني بقطع الأنوف وتسبب بمقتل المئات من الشباب الكرد. يعني شو أنا إمتى تسببت؟ يعني هذا كلام غريب. هذا كلام غريب. طيب هلا حضرتك عم تشتغل عن سلطة تسببت في مقتل 15,000 كردي، سلطة تختطف أمير حامد، سلطة اختطفت يعني الناشط والصحفي السرياني. أنت عم تشتغل بشكل أو بآخر عند هذه السلطة. قبل أن يصل الحزب إلى هذا النموذج الطغياني الفاشي، أنا تركت الحزب وعم بنتقده صار لي 11 سنة. أنت اللي عم تشتغل عند هاي السلطة، مش أنا. إيه، وكان يعمل في الإسكان العسكري بواسطة عمه العميل. لا، مش صحيح هذا الكلام. أنا كنت أنا كنت موظف في مؤسسة الإسكان العسكري لفترة بعقد، مش موظف ثابت. وكان وقتها بيشتغل بحدود 20 ل 30 من أجانب محافظة الحسكة في هاي المؤسسة، وهم معروفين. والشخص اللي توسط لي مش عمر أوسي، بالعكس يعني يا ريت عمر أوسي كان يتوسط لي، بس شخص آخر له علاقات أمنية. هذا كلام، لأنه كل شخص بيشتغل في دولة البعث ودولة الأسد ينبغي أن يعني يعمل واسطة، يعني هذا مفروغ منه. لكن انه شخص يكون موظف، يعني شو يعني موظف في كل الموظفين الأكراد في مؤسسة الإسكان العسكري عملاء وخوني؟ يعني منطق غريب. قيادات الأحزاب الكردية كانت موظفة في الدولة. يعني الراحل مشعل كان موظف، كثيرين، اسماعيل عمو الله يرحمه كان موظف. كثيرين من القيادات الصف الأول في الحركة الكردية كانوا موظفين في مؤسسات دولة البعث. شو يعني كانوا موظفين. وحزب العمال الكردستان دفع مبالغ لتهريبهم من الأموال. أنا كنت مؤيد وموالي لحزب العمال الكردستاني، والمخابرات الجوية داهمت بيتي في 17
12/2008 لكي تأخذني موجودا يعني. ونبشت البيت. للصدفة أنا نجوت من الاعتقال، والحزب ساعدني في هذا الخصوص. أنا لا أنفي ذلك، لأنه أنا أصلا ملاحق، لأنني أدافع عن هذا الحزب. يعني كنت أدافع عن هذا الحزب في الإعلام العربي وفي الإعلام الكردي، و يعني معروفة التجربة. فالحزب ساعدني. هاي الأموال أنا رديت هاي الأموال، وهي ذكرتها أكثر من مرة. واسأل مشغلينك وممولينك لابوتشين أنه أنا رديت الأموال وزيادة كمان. يعني هن هن مديونين لي، مش أنا مديون لهم. يعني لو أنا ارتضيت البقاء مع هذا الحزب بصراحة، يعني حتى الآن لكنت أنت وكل هالزبالة الإعلامية تاخذوا تعليماتكم مني. بس أنا رفضت المنصب، رفضت العروض المالية، رفضت التهديد بالقتل والوعيد، الترغيب والترهيب، الاثنين رفضتهم. كان يعني بمنتهى البساطة أنه يكون واحد مثلك. شو واحد مثلك يعني؟ بالعكس، أمثالك كانوا رح يشتغلوا تحت إدارتي وتحت تعليماتي وتوصياتي يعني. بس لا أرضى لنفسي ما ترضاه لنفسك ويرضاه آخرون أمثالك يعني. يعني الفلوس اللي دفعها الحزب أنا رديتها لحزب العمال الكردستاني وزيادة كمان. أما فيما يتعلق في راسلني واستنجد بي، يا بني آدم أنت طلعت أنت طلعت من لبنان وحصلت على اللجوء خلال يمكن 100 يوم. كتب مقال بهذا الخصوص. فأنا استغربت أنه كيف يعني، وما هي الجهات أو المنظمات كذا. وقتها يعني كان وضعي في اليونان مزري بصراحة، بس مش يعني مثل ما وصفه هو. المعلومات جايته هيك شوي هيك كتير كتير مبالغ فيها يعني. شوفوا يعني ويقتاد كالخنوص. الخنوص هو يعني صغير الخنزير. يعني يتجرد الإنسان من آدميته. يعني هذا السلوك، هذا يعني واحد عنده ذرة حياة. طيب أنا خنوص وصغير الخنزير، أنت لماذا وأنا كنت بهذا السوء، بكل هذا السوء، لماذا كنت تتواصل معي؟ لماذا يعني تراسلني؟ عم تحكي عن إيميلات؟ أنا الإيميل تبعي مليان يعني المراسلات وبصيغة الاحترام والتقدير والمسائل هي كلياتها. ليش كنت عم تتواصل معي بهذا الخصوص؟ وحتى في تجربة رابطة الصحفيين، وهذا موضوع آخر مستقل تماما يعني. شوفوا مستوى الخطاب يعني. كان يقتات كالخنوص على المزابل في اليونان. هذا الناس اللي في اليونان خليه يردوا مستنجدا بي لمساعدته. أنا استنجدت. أنتو كيف طلعت؟ يا ريت تبرز الإيميل وتفاصيل الإيميل، لأنه موجود نسخة عندي كمان. إنه شو استنجدت فيك يعني؟ استنجدت أنت رئيس الاتحاد الأوروبي ولا الملك النرويجي ولا شو استنجدت فيك أنت؟ شو عندك؟ أنا قلت أنت كيف طلعت، ومؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات. أنا راسلت ناس كثيرين، راسلت الأستاذ إبراهيم يوسف، راسلت منظمات حقوقية، السكرتير العام للنادي القلم الدولي كان بيجي وبنقعد في اسطنبول. طبيعي وضعي قلق ومش مستقر. وفي مثل ما أنت في اليونان في بيروت تواصلت مع سفارات ومنظمات وإلى ذلك، أنا تواصلت مع أشخاص. هذا مش نقيصة يعني. هي مش استنجدت فيك أنت مين يعني. وأنت شو بدك أكثر من الخدمة، مسألة المعلومات والإرشاد في هذا الخصوص؟ شو فيك تخدمني يعني في هذا المجال يعني؟ لن أكتب اسمه لأنه لا يخرج من صفحتي. لا والله أنا بتابعك من أكرم يعني. أنا ما عم تابعك. شو لا تخرج أنت؟ بس شي مرة أجي على صفحتك هيك اضبطني
اعتقلني يعني، أو وثق الموضوع أنه هوشنغوسي دخل إلى صفحة العبقري مسعود عقب. أنا عم تابعك من خلال الله. الله يساعده أكرم، ما يحرمنا من إبداعاتك. حتى يعني هالمنشورين أنا يعني شفتهم من صفحة أكرم، ما بتابعك يعني. أنت لا ند، لا على المستوى الكردي، ولا على المستوى النهائي، ولا على المستوى الصحفي، ولا على المستوى الأدبي، ولا على المستوى الوطني، ولا على المستوى الثقافي، ولا على مستوى الجرأة والأخلاق. أنت مش ند يعني. على شو أحسدك؟ على الخزي والعار اللي أنت متمرغ فيه عند سلطة الآبوتشي؟ على شو بدي؟ على ذلك وهمانك أمام الكوادر الإعلامية تبع الآبوتشي. أنت في وضع واحد يعني لا تحسد عليه. وبيقول بيبرر يعني في نهاية انه هو كتب كلمة الحزب لانه ممنوع، لم يكتب اسم حزب العمال الكردستاني لانه ممنوع من الفيسبوك. وهذا مش صحيح. مئات المرات، آلاف المرات كتبت حزب العمال الكردستاني في الفيسبوك، وآخرين بيكتبوا بيقولوا بينزلوا فيديوهات. الفيديو يعني القديم اللي أنا نزلته تم التبليغ عنه، ورغم أنه هذا نفس الفيديو كان منشور على صفحات الموالين لحزب العمال الكردستاني. أعتقد أنه هذا الشخص في هذه الليلة أو في هذا الفيديو نال شرفا لا يستحقه. أنا في حياتي منحت يعني الخصومة أو شرف الخصومة أو شرف التصادم مع أشخاص هم لا يستحقون هذا الشرف بصراحة يعني. فمش مشكلة يعني. هذا الوقت الذي صرفته في هذا الفيديو مش مشكلة يعني. أنت كمان تضاف إلى قائمة الذين منحتهم في الرد عليهم شرفا هم لا يستحقونه. ويعني الأيام ستكشف والمواقع تكشف. يعني أنت الآن بشكل أو بآخر موظف عند سلطة قمعية استبدادية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. عندك منظمة أو ما عندك منظمة، الترخيص معروف اعتبارات وتنازلات. وأي شخص أو أي جهة بتروح تشتغل، أنا بعرف منظمات تركته المنطقة نتيجة ضغوط وسلوكيات حزب العمال الكردستاني. المسائل أنا مطلع عليها، مش منتظر حضرتك لحتى تكشف عن جنة الديمقراطية وعن وتجي وتأكد لي إنه والله حزب العمال الكردستاني مش موجود في المنطقة. أنت تجرأ وقل نعم حزب العمال الكردستاني موجود في المنطقة، وأنا أرفض. تجرأ على هذا الكلام. أرفض حزب العمال الكردستاني، سلطة حزب العمال، وانتقد هذا الحزب، وانتقد الاختفاء القسري، وانتقد التجنيد الإجباري في المناطق الكردية، وانتقد استجلاب الأتراك. يعني من ينبغي يعني حال هذا الشخص عندما ننتقد حزب العمال الكردستاني ويقول أنه يستجلبون الجيش التركي والمرتزقة الأتراك وكذا، لا يهم تدمير. لو ما كان بيهمنا تدمير مدننا ما كنا ننتقد حزب العمال الكردستاني على الدمار اللي خلقه في عفرين وفي سريكانية وفي تل أبيض وفي مناطق كثيرة. يعني كان فينا يعني نسكت، على الأقل نسكت، ولا يعني نبيع صمتنا. يعني هؤلاء يعني مش بس يبيعون شهادات زور، مش يعني حتى الصمت. حزب العمال الكردستاني يشتري الصمت من الكتاب ومن المثقفين ومن الصحفيين، فما بالك من يعني يغرد في سرب هذا الحزب بشكل أو بآخر. عموما أكتفي بهذا القدر، وأعتقد أن الموضوع جلي ولا يحتاج إلى فيديو آخر يوضح طبيعة هذا الحزب. أنه أنا أساسا استهدف الحزب، استهدف هاي المنظومة الأيديولوجية العقائدية على المستوى السياسي وعلى المستوى النظري وعلى المستوى الفكري
وهؤلاء الأشخاص يعني هم تفاصيل، هم مش خصم بالنسبة لي، مش هدف للانتقادات. والفيديوهات موجودة ومنشورة في قناتي ومعروفة. هذا الشخص الوحيد اللي أمنحه الشرف أنه تناوله في فيديو خاص في معزل عن التناول لتجربة حزب العمال الكردستاني في فيديوهات نقدية تحليلية. ألقاكم في فيديو آخر سياسي أو ثقافي، ولحين ذلك كونوا بخير. تحياتي.